السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة جورية في بيتي. النهاردة يا بنات هعمل معاكم الرقاق الطري الفلاحي. هو طريقته سهلة جدا وبسيطة ومكوناته كمان بسيطة مش صعبة. احنا هنستخدم ده لبن حليب، لو في لبن رايب ماشي، مفيش لبن الحليب برضو ده او ده بيغني اللي موجود عندك يعني من الحليب. وديت سمنة انا مسيحاها تقريبا كده 4 معالق. وده كيلو دقيق، وهحط عليهم شوية ملح صغيرين زي دول، وكمان هجيب معاهم شوية سكر اهو. ده سكر اهو، هحط مثلا قيمة معلقة كبيرة كمان كده اهو، حبة صغننين خالص يعني، ده عشان خاطر الطعم. هبدأ انزل الحليب اهوت، وهقلب بايدي. بسم الله. هعمل بقى بالطريقه ديت، هعملها بقى بالطريقه ديت وارجع لكم اهوت. يا بنات انا عجنت ال العجينه بالطريقه دي. هبدا احط عليها السمنه اهيت، هنزلها بقى كلها بالطريقه دي وهعجنها. انا دلوقتي همسكها اعجنها كلها بالطريقه دي مع بعض. هعجنها بقى وارجع لكم. اهوت يا بنات انا خلصت عجين. انا تنيتني اعجن فيها لحد ما ايدي نضفت خالص من العجين اهوت. هبدا بقى امسكها اقطعها. احنا ما بنحطلهاش خميره ولا اي حاجه يا بنات، تبقى جميله ان شاء الله. هوريها لكم. انا هقطعها على صينيه واوريها لكم. انا جبت يا بنات صينيه صغيره ورشيت عليها شويه دقيق صغيرين عشان خاطر اقطع العجينه دي واحطها في الصينيه. هقطع العجينه وارجع لكم. اهوت يا بنات انا قطعتهم بالطريقه ديت. انت طبعا بتقطعيه المقاس اللي انت يناسبك، وشوفي انت ايه الحجم اللي يناسبك وبتقطعيه عليه. انا دلوقتي قطعتهم بالطريقه دي. هغطيهم بحته قماشه نظيفه بالطريقه ديت، واسيبهم ربع ساعه لحد ما يعني الدقيق اساسا فيه ماده رافعه طبيعيه، فانا هسيبه لحد ما يرفعوا كده مع بعض ربع ساعه، وهرجع لكم تاني ان شاء الله. يا بنات انا عندي دي ترابيزه اهيت، انا هبطط عليها الرقاق. وادي الرقاق اهوت. انا هجيب واحده زي دي اهيت وحاطه شويه دقيق عليها اهو. هبدا ابططها بالطريقه دي اهوت يا بنات. هجيب بقى العجله دي. طبعا يا بنات اللي ما عندوش دي بيمشي بالنشابه برضو، بس انا عشان خاطر بصور بايد واحده اهو. هو بيبقى طري شويه صغيرين عن اي عجينه تانية يا بنات، يعني هو يبقى فيه نسبه ليونه كده صغيره. انا هبدا كده اكبرها ومش عارفه اهو، زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. هو طبعا بيبقى رقيق جدا لانه رقاق، فبيبقى رقيق ما بيبقاش تخين. انا بس في حته اتعملت مني هعدلها اهو. انا هبقى هكبرها بالطريقه ديت وارجع لكم. انا اهوت يا بنات كبرتها بالشكل ده. هوريكم دلوقتي انا هخبزها ازاي على البوتاجاز. زي ما انتم شايفين يا بنات انا عندي الصاجه دي. لو ما حدش عنده الصاجه دي، اي صينيه مدوره يعني ما شرطش، اي صينيه مدوره عندك ممكن تستغني عنها. فانا مولعه النار بالطريقه دي، فانا هحطها. هي كانت سخنه فانا هحطها على البوتاجاز بالطريقه ديت. انا هشيل الرقاق دلوقتي واوريكم انا بشيلها ازاي. شايفين يا بنات انا شايلها على ايديها ببساطه خالص اهي، شايفين اهو. وهبدا اخدها وهي كده واقوم فرداها على الصاجه بالطريقه دي اهي، وبعدلها اهو. شوفي ما فيهاش اي حاجه اهو، اهي بالطريقه دي اهي. ما تقلقيش خالص، اتعاملي مع العجينه ما تخافيش منها خالص اهي. اهي زي ما انتم شايفين. انا طبعا كنت مسخنه يا بنات الصاجه قبل كده، ما تحطهاش عليها وهي بارده اهي زي ما انتم شايفين. انا هسيبها بقى شويه لحد ما تتشمع كلها على النار، وابدا اعلي عليها النار
اهوت. انا عليت النار اهوت، ويبقى هيت يا بنات. انا جبت عجينه تانية اهو، هبططها اهو. انا بقى هبططها وارجع لكم. اهوت يا بنات. انا اهو هبدا افردها معاكم بالطريقه دي اهو. بصوا بمنتهى السهوله، بس دايما ركزي على الحروف عشان الحروف ما تبقاش تخينه وانتي بتعمليها، عشان خاطر الرقاق. يعني هو رقاق يعني ما ينفعش ان هو يبقى تخين. فاهو بالطريقه ديت. شايفين كبرت اهيت. انا هشيلها بقى اهو. بصوا شايفين انا بقى هشيلها على ايديا. بصوا اهو اهو. شايفين اهو شلتها على ايديا اهوت. شايفين اهو. انا بتعامل معاها بايد واحده طبعا، فاعذروني. هاخدها بقى دلوقتي وهحطها على الصاج اهو. شايفين اهيت. انا طبعا بعدها على النار عشان خاطر ما تبقاش سخنه جامد. هرجع تاني احطها على النار، هسيبها لحد ما تتشمع وارجع لكم. اهوت يا بنات. الرقاقه بدات تتشمع اهيت. انا بلفها كل شويه بقى بالطريقه دي عشان خاطر ما تنحرقش من تحت. اهيت. شايفين بتبدا هي طبعا تعمل فكاكيع كده. هبدا بقى اديرها على الناحيه التانية. شايفين الصاجه ديت يا بنات جميله قوي. زي ما قلت لكم اللي ما عندوش صاجه زي دي بيستخدم صينيه عادي، زي اي صينيه عندك في البيت ممكن تعملي عليها الرقاق ده. عند المغرب بيأذن. الله اكبر الله اكبر اهو. شايفين بيبقى طعمه تحفه قوي الرقاق ده يا بنات. انا دايما بعمله عندي في البيت. هو دايما بيبقى تحفه بصراحه، بيبقى طعمه جميل قوي. شايفين انا طبعا ما حطيتلهاش خميره ولا اي حاجه. شايفين الفقاقيع دي بترفع اهيت. انا هديرها تاني على الناحيه التانيه عشان هي احمرت. اهي شايفين اهوت. انا هاخدها بقى احطها جنب اخواتها اهوت. اهيت الرقاق. شايفين انا عملت كميه حبه حلوين اهوت. هخلص بقى انا اهوت يا بنات. بططت الرقاق اهوت. انا حطيت عملت 2 اهوت. بصوا بقى انا هقول لكم انا بشيله ازاي. بصوا انا ايدي اهي، وبصوا اهو. شايفين وباخده على دراعي اهو. بصوا اهو بالطريقه دي. شايفين بكل سهوله ازاي اهو. هاخده بقى واحطه على الصاجه دي. انا طبعا مسخناها قبل كده بس بعتها على النار عشان خاطر ما تحرقش الرقاق على ما جاب. فانا دلوقتي هاخدها واحطها على النار اهوت. شايفين انا هسيبها بقى تتشمع وارجع لكم. هي يا بنات اتشمعت. هبدا اعلي النار عشان خاطر تحمر، وهبدا بقى ادير كده بايدي كل شويه اهو. يا ماما. نعم يا ماما. ماشي اهي. شوفوا انا طبعا لسه معليه النار، فهي هتاخد بس شويه على ما تحمر. بصوا بقى هبدا اديرها اهو، يعني عشان خاطر الوش برضك يعمل. ممكن بقى يا بنات كمان تعملوا لي الشاورما بالطريقه دي من غير ما تحمروه. يعني ممكن بقى تشيليه كده بالطريقه دي وهو لسه ابيض كده للشاورما، بيبقى جميل قوي. عايزه بقى تخليه احمر زي الرقاق الفلاحي، حمريه بقى براحتك. يعني انت ممكن تاخديه كده وتستعمليه عادي خالص، مفيش مشكله. يعني ممكن تشيليه بقى كده وتستعمليه، لكن انا عايزه احمره لان هعمله احمر شويه
زي رقاق الفلاحي، انا ان الفيديو رقاق فلاحي، فانا هحمره شويه اهو. شايفين؟ هقلبها بقى على الناحيه التانية عشان هي احمرت شويه اهي. اهوت يا بنات، اهي بدأت تحمر كمان من تحت. انا بقى ايه، هي دلوقتي شايفين اهي احمرت من تحت كمان اهي. انا هاخدها واحطها مع اللي جنبها. انا كنت حاطه واحده كمان اهي، شوفوا بشيله بايديا اهو، بس اهو بمنتهى السهوله اهو اهو واهو، وابدا اعدله اهو. بصوا شايفين اهو. اتعاملي مع العجينه ما تخافيش خالص. وادي الرقاقه اهيت اللي طلعت اهيت زي ما انتم شايفين. انا طبعا كنت عامله كميه تحت اهي زي ما انتم شايفين. وده شكلها بصوا طري خالص ازاي، شايفين طري ازاي اهو. بصوا شايفين اهو طري خالص، وطعمه بيبقى تحفه والله يا بنات اهو. انا بس عشان خاطرتي اهي بصوا شايفين. انا اساسا كمان مش حاطه له خميره، وبدا يحمر اهوت. قصدي بدا يرفع لوحده. هدايرها على الناحيه التانية اهو. شايفين يا بنات؟ هوطي بس النار شويه عشان بدا بصوا اهو. شايفين اهو. انا بقى هدايرها تاني على الناحيه التانية اهي. شايفين بتحمر اهي اهي. انا واقفه معاكم من اول ما حطيتها لحد ما خلصت اهيت. وهبدا برضك اديها كمان تدبيره عشان تحمر كلها. شايفين احمرت من تحت ازاي؟ كمان بيبقى سهل جدا وبيبقى طعمه تحفه يا بنات اهي. شايفين هي خلاص كده تعتبر استوت. وهبدا انا احطها، كنت خابزه حبه قبل كده اهو. شايفين منظرهم اهو. وكمان طري ازاي يا بنات اهو، طري خالص اهو. فانا هخلص بقى الكميه، فاضل معايا حبه حلوين هخلصهم وارجع لكم. وده يا بنات الرقاق بعد ما خلص. هو ده كان شكله. شايفين هو طري ازاي؟ جميل قوي يا بنات. الرقاق ده، وممكن كمان تعمليه في الشاورما كمان، بيبقى جميل قوي في الشاورما، بيبقى طعمه تحفه بصراحه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا له لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.